السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم النهاردة في يوم جديد من يوميات إيمان بنت السعيد. معانا أكلة مصرية جميلة، يا رب تنال إعجابكم. أول حاجة هنبدأ بيها مع بعض هي تنظيف الفراخ. معانا مية وملح وليمون علشان نغسل بيها الفراخ كويس قوي من الزفارة، وما يكونش معانا ليها أي ريحة وحشة ولا حاجة. مش أكتر من مية وملح وليمون. كده كنا غسلنا الفراخ كويس قوي ونقعناها في المية والملح والليمون ساعة كده، وصفيناها من المية وجبنا معانا بصلة وحطينا عليها معلقة ملح صغيرة وربع معلقة فلفل وربع معلقة كمون وربع معلقة كزبرة وربع معلقة حبهان مطحون. وصفينا الفراخ كويس قوي من المية، وهنقلب البصل مع التوابل كويس قوي علشان ندعك بيه قلب الفراخ من جوه وتحت الجلد. المهم منسيبش حتة في الفرخة من غير ما ندعكها كويس قوي بالتوابل دي علشان تاكلي أحلى فراخ أكلتيها في حياتك. بندعكها كويس قوي بالتتبيلة دي وبنشيلها معانا في التلاجة مش أقل من ساعة. لازم تتنقع في التلاجة مش أقل من ساعة بالتتبيلة دي. كده معانا مية مغلية، مش هنحط فيها أكتر من طماطمية و3 ورقات لوري وقالب مرقة. وكده هنحط الفراخ على طول، هي فيها الملح وفيها التوابل، مش هنضيف أي إضافات تاني. كده كانت الفراخ اتسلقت معانا. نتأكد بالسكينة كده، ندخل السكينة في الوراك علشان لو فيها دم ولا حاجة يخرج. بعد 5 دقايق بنلاقي إن هي استوت وبقت زي الفل. ونعرف ازاي إن الفرخة استوت معانا، هنلاقي إن الوراك شمرت كده وبقت زي الفل والعظم باين منها ايه واتكشف خالص. تمام. ما نسيبهاش بقى في الشوربة عشان ما تتهريش. بنطلعها على طول معانا على طبق عشان تهدى وتبرد. وبعدين نجهز التخديعة. معانا أول حاجة معلقة سكر صغيرة وقالب مرقة وقطعة هريسة حامية على باردة ومعلقة صلصة طماطم وبعدين معانا معلقة سمنة وشوية زيت وبصلتين صغيرين. هن... هنقلب فيهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي معانا، وبعدين ننزل بالطماطم. وبعد كده هنحط على الطماطم دي ربع معلقة بابريكا ونص معلقة ملح صغيرة ونقلب الكلام ده ونسيبها تتسبك كويس قوي. نهدي أهم حاجة عليها النار وما نقفلش الغطا خالص لحد ما تتسبك معانا كويس قوي. هنقطع الكوسة تقطيع وسط، مش رفيع ومش تخين، علشان تكون شكلها كويس. وفي نفس الوقت لو رفيعة ما تتهريش معاكي، ولو تخينة ما تضايقكيش وانت بتاكليها. هننزل عليها بكبشتين شوربة علشان تتسبك معانا في الأول كده، وننزل بالشوربة بالتدريج. وبعد كده كانت استوت معانا، حطينا عليها ربع معلقة فلفل أسود
وربع معلقة كمون. هنظبط الملح بتاعها وكده، هي كده تمام كده استوت معانا، وهننزلها من على النار. كده هنشتغل مع بعض في الرز. معانا أول حاجة معلقة سمنة وشوية زيت وربع كيلو شعرية. هننزل عليهم بربع معلقة ملح صغيرة علشان تديني لون موحد للشعرية، وفي نفس الوقت تخلي الرز حايق وحلو. ننزل عليهم بنص كيلو رز وقالب مرقة، وهنقلبهم كويس قوي. أهم حاجة نحمر الرز مع الشعرية كويس قوي لحد ما ينشف معانا قوي، ويكون كده مفلفل حباية من حباية، يعني بياخد مش أقل من 10 دقايق تقليب. وبعد كده ننزل عليه بالشوربة. هنضيف الشوربة لحد ما يتغطى الرز كده بعقلة صباع، بمقدار عقلة صباع زي ما هتشوفي معايا كده. الرز متغطي بمقدار عقلة صباع فوقيه، تمام كده. أول ما يغلي معانا كويس قوي زي ما انت شايفة كده، هنغطي عليه ونوطي خالص. كده كان الرز معانا استوى. الرز مفلفل وزي الفل حباية من حباية زي ما انت شايفة قدامك كده. أهم حاجة تعملي الخطوات اللي أنا قلتلك عليها. كده هنبدأ مع بعض في تحمير الفراخ. أول حاجة معانا ربع معلقة بابريكا، وربع معلقة بودرة زعفران، وربع معلقة فلفل أسود، وربع معلقة كمون، وربع معلقة ملح، تمام كده. معانا نص كبشة شوربة، ومعانا نقطتين اتنين مقور، ومتقلقيش منها خالص، مش بتبان ولا ريحة يعني كريحة مية الورد، لأ مش بتبان، لأ بتدي طعم وتست حلوة قوي للفراخ، تمام كده. هندهن مع بعض الفراخ كويس قوي من جميع الاتجاهات، مش هنسيب حاجة فيها مش مدهونة زي ما هتشوفي معايا كده. هندهنها كده كويس قوي، وما تقلقيش من اي مكون انا قلتهولك. لو طعمه مش حلو ولا بتكون فيه ريحة مش كويسة انا مكنتش قلتلك عليه. جربيها بجد وهتدعيلي. كده كنا خلصنا. كده كنا خلصنا دهان، وجبنا ورقة سلوفان علشان لو عندك عزومة ولا حاجة يكون شكلها كويس قوي قدام الضيوف. هتقفلي الرجل كده زي ما انت شايفة قدامك بكل سهولة. هتجيبي معاكي الورقة وتقسميها نصين كده، وتحطي رجل الفرخة وتقفليها من الجنب ده ومن تحت، وتقفليها من الجنب التاني. هي سهلة جدا جدا جدا.
وهاعمل معاكِ الرجل التانية كمان علشان تعتمدي الطريقة. وبكده هتكون جاهزة معانا على التحمير. معانا زيت ساخن جدًا، هننزل فيه بالفراخ. أول ما تاخد لون معانا على طول مش بتعوّق، بنقلبها. هتاخد معانا اللون الدهبي الجميل ده، وهننزل بالتانية. ويا ريت لو لسه مكمّلة معايا ما تنسيش تدوسي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. هتتحمر معانا على الجنب التاني. وكده كانت اتحمرت معانا وخدت اللون الجميل بتاعها. هنخرجها على طول. بجد حاجة بسم الله ما شاء الله. كده كنا عرفنا الأكل، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.